البلاد كتعرف استقرار امني وسياسي ولله الحمد، لكن الاخفاقات ديال الحكومه متتاليه، التطبيع ديالها مع الفساد، كتسحب القوانين، كتحارب الناس اللي كيحاربوا الفساد. المغرب واحد العدد المؤشرات نزل فيها، خرق الدستور، واحد العدد الامور غادي نجي لها. تحتموا علينا بغينا ولا كرهنا، ملتمس الرقابه فارض راسو. ولا نقول باننا وصلنا لازمه سياسيه، ولكن نحن على ابوابها، وهو ما يعكس التراجع المستمر لثقه المواطنين في الحكومه وفي المؤسسات بناء على تقارير ونشرات ديال المندوبيه الساميه اللي غنرجع لها. المسؤول عن الوضعيه السياسيه والاجتماعيه المتميزه بحاله اللا يقين والتوتر في جميع القطاعات هو الحكومه، وهو رئيس الحكومه وليس المعارضه. الضغط على العاملين بقطاع الصيد البحري بكل الوسائل لدعم حزب رئيس الحكومه. شتي اللي كاين في هذا القطاع، عيطوا لمن ما بغيتوا في هذا القطاع، اي فاعل، جمعيه فيدراليه الى غير ذلك، كلها كتقول لك اودي راه قالوا لنا باش نتصبغوا باللون الازرق. انا ساحاول ان اركز على شقين. الشق الاول هو مسار وكرونولوجيا ديال الاعداد ملتمس الرقابه، ثم بعض المعطيات اللي غندوز بسرعه عليها، نركز فقط على جانب واحد لان السي إدريس سيفصلها ان شاء الله. فاذا اولا نتكلم، طبعا العنوان هو مسار فشل الحكومه من تفاقم الازمات الى سحب الثقه، ملتمس الرقابه من المهدي الى الوأد. اذا المحاور ديال العرض جوج الحوايج، نتكلم السياق العام وكرونولوجيا اطلاق المبادره الجماعيه لملتمس الرقابه، ثم ملتمس الرقابه بعض مؤشرات وقائع فشل الحكومه. السياق العام للدفع بملتمس الرقابه، ابريل 2024 قررت الامانه العامه بالاجماع عدم المشاركه في تقديم ملتمس الرقابه الذي اقترحه احد احزاب المعارضه بطريقه انفراديه وصاحبه بالترويج لمجموعه من التفاهمات المزعومه وغير صحيحه. حنا ناقشنا هذا الموضوع في الامانه العامه وقلنا ودي الوقت زعما حنا ما نخرطوش فيه لهذه الاسباب والبلاغ واضح. ثم قلنا الاعلان عن تقديم الحصيله المرحليه للحكومه وما خلفته من نقاش سياسي مفيد، ساهمنا فيه في كشف حقيقه ما تدعي الحكومه من انجازات. وطبعا حنايا من خلال الموقف ديالنا في المعارضه قدم الحزب ومرشحه لرئاسه مجلس النواب لمنافسه المرشح الاغلبيه. هذه كنا دخلناها حتى في العمل ديالنا. طيب، في اكتوبر 2024 شكلت مناقشه قانون الماليه 2025 مناسبه لتعزيز حضور الحزب، حيت كثر النقاش حول واش ناقشتوا هذا الشيء ما ناقشتوش. حنايا من موقع المعارضه كنا سباقين في الطلبات، في طلب ديال العدد من الوثائق عدد من الوثائق فيما يتعلق بقانون الماليه، من بينها كل ما يتعلق بهذه القضيه ديال الاستيراد ديال الابقار والاغنام. في قانون الماليه طبعا فاتنا تكلمنا عليه. في ابريل 2025 هذا انطلاق الدوره الثانيه من السنه التشريعيه الرابعه بدون اجنده حكوميه واضحه، ووقع الخلاف بين مكوناتها حول كلفه الغاء رسوم استيراد المواشي واللحوم والدعم الذي خصصه الحكومه لفائده المستوردين. ما الذي وقع؟ في جلسه دستوريه ديال الاسئله الشفويه، اول من اجاب على هذا السؤال بانه قدمنا دعم دون اثر هو الوزير المنتدب لدى وزيره الماليه المكلف بالميزانيه. بعد ذلك جاء تصريح ديال السيد الوزير ديال التجهيز الامين العام ديال حزب الاستقلال. بعده جاء ليدقق هذا الامر سي اوجار اللي هو عضو مكتب السياسي ديال التجمع الوطني للاحرار. بعده جاء لتدقيق المعطيات في لقاء مباشر كان مع السي إدريس الازمي سيد وزير التجاره والصناعه السي مزور. بعده خرج رشيد طالبي العالمي على كل حال خلينا نقول يعني بمعطيات غير دقيقه، ومعه بيتات كذلك وزير العلاقات مع البرلمان. ثم جاء بيان ديال وزير الفلاحه، هذاك البيان كله مغالطات. امام هذا الشيء كامل كان ضروري ان نتجه نحو احدى الاليات. طبعا الاليه اللي شفناها هو اليه ديال تقصي الحقائق اللي قلنا حول الواقع المتعلقه بمختلف اشكال الدعم الحكومي. امام هذا التخبط قلنا نمشيو لجنه تقصي الحقائق. فتح نقاش سياسي وقانون حول الاليه الرقابيه. علاش مشينا لها؟ لانها هي الاليه الكفيله باش نستجمعوا المعطيات. المهمه الاستطلاعيه كتناقش مع الحكومه. تقصي الحقائق هي اللي عندك كآلية، عندك الحق تستمع للقطاع الخاص الذين استوردوا. نقول له انت استوردتي، عندك هنا في اللائحه شحال استوردتي، شكون اللي خبرك، منين جيتي، الى غير ذلك. هذا الشيء كله علاش حنا مشينا لجنه لان المهمه الاستطلاع. اولا هذيك اللجنه ديال القطاعات الانتاجيه فيها 6 ديال الطلبات السابقه واللي المفروض خصو يكونوا بالترتيب.
وان كان الاسبوع الماضي قال لك اجتمعوا الاغلبيه وقرروا باش يديروا الاخر اللي تحطت في الاخر، اخر طلب تقدمت به الاغلبيه حول هذا استيراد الابقار، قال لك يديروه هو الاول خارج اي منطق، ما كاينش منطق علاش خصنا نمشيو لهذيك المهمه الاستطلاعيه. فاذا الاليه ديال التقصي هي الاليه المناسبه، لان عندنا القرار ديال المحكمه الدستوريه الرقم ديالو فيش الماده 130 اللي كيقول اودي ما من حقش في اطار المهام الاستطلاعيه نستمعوا للقطاع الخاص، كاين مشكل. ثم ان عدد من المستوردين ديال هذه الابقار والاغنام هم برلمانيون. كيفاش هم برلماني؟ واخا عندنا حنايا انه كيخصو يعلن على انه راه عنده تضارب مصالح ما يحضرش المناقشه، لا كاينين. واحد منهم تعطاه وصل فيه 12000 باش يستوردها باعها سير بلاص، لانه ما عنده علاقه بالفلاحه، شد هذاك لو بون وباعوا هذا. ولكن هما اكثر من واحد، بل اكثر من 7 بالتحديد. فلذلك حنا قلنا الاليه هو لجنه تقصي الحقائق. كان في 28 ابريل انعقاد لجنه الماليه لمناقشه واحد المرسوم ديال فتح الاعتمادات. بالمناسبه هذا خامس مرسوم اللي كتجيبوا هذه الحكومه، جابت جوج في 2022، واحد 23، واحد 24 وفي 25 جابت هذا. اول مره كنتفاجئوا بحضور وزير العلاقات مع البرلمان برئيس مجلس النواب حاضر ضمن الحضور. قلنا شو وقع؟ قدم وزير المنتدب مكلف بالميزانيه التوضيحات حول المرسوم، قلنا لهم عطيونا المرسوم، ما بغاو يعطيونا مرسوم، ما بغاو يناقشوا. فهمنا علاش هذاك السيد الوزير حاضر، لانه هو اللي قال للرئيسه جيب النظام الداخلي والماده الفلانيه وما هادشي ما كاينش فيه نقاش. قلنا عطيونا على الوثائق، ما بغاوش يديروا لجنه تقصي الحقائق، ما باغينش النقاش. اجتمعنا نحن كمعارضه انذاك، اجتمع رؤساء الفرق ومجموعه المعارضه، اتفقنا على دراسه فرصه تقديم ملتمس الرقابه نهار 28 ابريل. قلنا احنا لان احنا عندنا موقف، يعني التقدم الاشتراكي هو كان عنده موقف، الحركه الشعبيه هو كان عنده موقف طبعا من الملتمس الاول ديال 24، واخا هو كيقول لك قدموا في 23 هذا رجع له. فلذلك حنا اتفقنا بانه نناقشوا هذا الموضوع. نهار 29 كان عندنا مكتب الامانه العامه اللي فيه الاخ الامين العام والنواب ديالو، المدير العام ورئيس المجموعه النيابيه ورئيس المجلس الوطني، وقال لهم الموافقه المبدئيه. مشينا. فاذا 3 ماي كانت الامانه العامه، صادقت الامانه العامه على هذا الموقف. حنا خبرناهم بالموقف المبدئي وخبرناهم من اتخذت الامانه العامه القرار ديالها. في 4 ماي اجتمعنا كرؤساء الفرق ومجموعه المعارضه نهار الحد مع 7:30 الى حدود 10:30 بسلا باحدى المطاعم. خدمنا هذاك الشيء، تعشينا، اتفقنا على ما يلي. اول شيء قلنا شنو هي الضمانات بان غنمشيو في هذا ملتمس الرقابه، وكنا ماشي غير انا طلبناه من الرئيس ديال الفريق الاشتراكي، فاكد لنا بدون من يعني كاين امانه المجالس. كان الموقف هو هذاك الالتزام بالذهاب بعيدا في المبادره ولن يتم التراجع عنها باي مبرر. هذا الموقف ديالو اللي ابداه. اتفقنا على التوقيع الحي للنواب المعارضه، ما كاينش شي واحد يقول لنا بالتليفون، كل شيء خصو يوقع. الاطلاع على مسودات المذكره ديال الملتمس اللي طلبوا الاخوان الاتحاديين يديروها، جابوها لنا سيونس تونونت، جابوها لنا في وسط اللقاء. اعاده صياغه المذكره بناء على 3 الحوايج. هذيك المسوده حنا كنا واجدين كعداله والتنميه، كانت عندنا مذكره، حطينا هذيك الارضيه ديال المجموعه النيابيه. كاين ملاحظات واقتراحات وجيهه ديال الاخوان ديال الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكيه، فاتفقنا على اعاده الصياغه. اتفقنا على عقد ندوه صحفيه وتم الشروع في الاعداد لها. حنا راسلنا الاخوان ديال القنوات العموميه اخبروا بانهم يوم الثلاثاء الى غير ذلك، كلشي اتفقنا عليه. كانت عندنا القضيه، ناقشنا هذا الشيء، وبقى لنا شكون اللي غادي يقدم المقترح في الجلسه العامه. النظام الداخلي، القانون ديال ملتمس النظام الداخلي فيما يتعلق بملتمس الرقابه كيقول يقدم الملتمس احد الموقعين. قلنا شكون يقدموا؟ الاخوان اقترحوا، ماشي انا اللي اقترحوا ان منسق المعارضه اللي كاين دابا اللي هو العداله والتنميه هو اللي يقدموا. قال لك لا، ما قال الاخوان ديال الفريق، الرئيس ديال الفريق الاشتراكي قال لك لا، حنا الولاء طبيعي من ناحيه الديمقراطيه، خصنا نكونوا حنا الولاء الى غير ذلك. انا ذاك تقدمت شخصيا ب3 مقترحات. قلت له خلينا نشوفوا الفكره انه التقديم يكون من طرفين 4، عطاونا ثلث ساعه نقسموها 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق، عطاونا ساعه نقسموها 4 ساعات 4 ساعات 4 ساعات. قال لك لا، راه غيمشي حرفيا، لان الرئيس لانه من الاغلبيه ما غاديش يمشي معنا، يقول لك واحد. قلنا له ملي كاين واحد مرحبا، راه نديروا بالقرعه. قال لك لا، القرعه ماشي هي الديمقراطيه. قلنا لهم طيب راه نتفقوا بعدا تقديمها من طرف الفريق الاشتراكي في الندوه الصحفيه، هو اللي يقدم المذكره في الندوه الصحفيه، ونخليو القرعه كذلك للتقديم في الجلسه العامه. يعني يعطينا 2 فرص،
انه يقدم في الندوه الصحفيه، ومنين نديروا القرعه اذا طلع يمكن له يقدم، قال لك لا. فمشينا على اساس اننا ترتيبات خدامين فيها الى غير ذلك، وقلنا اودي نمشي وحنا كنناقشوا. اذا تلاقينا، جات موراها السفر لموريتانيا كرؤساء الفروق كاملين ديال الاغلبيه المعارضه، سافرنا. بعد ذلك رجعنا. من رجعنا نهار 12 ماي بعد كانت الجلسه كانت مخصصه لرئيس الحكومه، ما حضرش، كان المجلس الوزاري. فاتفقنا اجتماع كان عندي انا في المكتب، اجتماع رؤساء الفروق مجموعه المعارضه، مكتب رئيس المجموعه النيابيه لمتابعه تنزيل الترتيبه، وتم الاتفاق على ما يلي. قلنا اولا الاتفاق نظرا للاثار ديالها اللي بقينا كنشوفوه في الاعلام، الاتفاق على انجاح مبادره ملتمس الرقابه نظرا لاهميتها السياسيه وعدم الوقوف عند الشكليات. هذه الاولى. قلنا سيدي كيف ما بغى يكون هذا الشيء خصنا نتجاوزوه. واتفقنا على اقتراح تقديم ملتمس في الندوه الصحفيه من طرف رئيس المجموعه النيابيه، يعني هذا المقترح. وكان تقديم ملتمس في الجلسه العامه من طرف السيده نائبه. هذا الاخوان ديال التقدم المشترك قال لك اودي نخرجوا من هذا الرؤساء الفروق نديروا نائبه، ديروا نائبه. ما هذا استمر الخلاف حول تقديم مذكرات الملتمس في الجلسه العامه. اذا احنا تقدمنا، اولا ولينا التقدم والاشتراكيه والعداله والتنميه غير معنيين بتقديمها في الجلسه العامه. ها جوج. اذا ولا عندنا بين جوج اللي بقات ما بين الحركه الشعبيه والاتحاد الاشتراكي. الاخوان ديال الحركه الشعبيه قال لك عندهم طلب انه كاين سي محمد أوزين اللي هو امين عام وزير سابق ونائب رئيس مجلس النواب هو اللي قدم نظرا لهذه المسؤوليه السياسيه، قدمه هو ونحن مجتمعون. قال لك سيدي تكلف انت السي بوانو، انت تكلف بالتواصل مع السي أوزين من اجل ايجاد حل للموضوع، وهم مجتمعون. اتصلت به فاذا به قالوا لي ودي خرج هضر معاه على برا باش كاع ما نسمعوا كاع شنو دار بينه وبينك، لا كان كيسبنا ولا كان كيهضر فينا ولا شي حاجه. المهم هضر انت معاه. خرجت هضرت معاه فكان ما يلي واحد الامر، لانه غنفتحوا بين قوسين كيتقال بانه في اللقاء ديال اشهر اتفقوا على ملتمس مزيان. حنا ما حضرناش. راه السي أوزين والسي نبيل قالوا للسي الجقر، قالوا له يعبر واحد التعبير، واحد الموقف، يتخذ واحد الموقف ويمشيوا معاه. قال لهم كل واحد يتخذ الموقف اللي بغا، ولكن التدقيق هذا الشيء يمكن عليه ان أوزين عاودوا لي وكاين معطيات عليه يمكن يعاودوه، يمكن هو يعاودوا. فبقينا على هذا الامر انه غادي نشوفوا مع السي أوزين والاتحاد الاشتراكي نلقاو شي حل. نهار 13 ماي صيفط لهم انا الوقائع ديال الجلسه ديال 20 ماي او 17 ماي عفوا ديال 1990، الملتمس ديال 1990، بانه لم يتم تقديم الملتمس. منين صعد السي عثمان ما خلاش، قال له داك الشيء المعطيات الداخليه ديال الملتمس غتجي في النقاش، غتقرا علينا الاسماء. قلت لهم الاخوان ها انتم ها اللي وقع، فدابا اللي غيطلع يقرا الاسماء بغيتو دابا بقى غير قراءه الاسماء. هذا اللي كان، وحددنا موعدا 18 ماي 2025 لعقد اجتماع بين رؤساء الفروق والمجموعه للحسم في كل الامور اللي هي بقات، واتفقنا على اصدار بلاغ مشترك كنقولوا فيه كل واحد باش مكلف. هذا الذي اتفقنا عليه. لكن للاسف الشديد في 16 ماي مكون من مكونات المعارضه الفريق الاشتراكي كيصدر بلاغ يعلن فيه توقيفه لاي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابه. جرينا اتصالات بيناتنا، كل شيء مكونات المعارضه تبين اجماع على الاستياء من الموقف المفاجئ للفريق الاشتراكي، لان احنا باقيين. الامانه العامه اجتمعت طبعا 17 ماي وخرجت الموقف ديالنا اللي كنعبروا على الاستياء ديالنا العميق من ترسل احد احزاب المعارضه بطريقه مشبوهه وغير مسؤوله من التزامه مع باقي الاحزاب المعارضه. لانه شوف دابا غادي نرجع لهذا الموضوع، ولكن لابد ان نقدمه الان. الحكومه كتجي في بدايه الولايه ديالها كيعينها طبقا للفصل 88 من الدستور، كيعينها جلاله الملك ويعين الاعضاء ديالها. رئيس الحكومه كيجي امام البرلمان وكيقدم البرنامج ديالو، يعني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي يعني والخارجيه، يتم التصويت عليه. حنا اهم مهمه عند البرلمان شنو هي الرقابه. سؤال كتابي، سؤال شفوي، استدعاء الوزير، مهمه استطلاعيه. هادشي ما نفعش كندوزو للجنه تقصي الحقائق، ما نفعش كندوزو كنقولوا هادشي راه كبير كيخصو ملتمس الرقابه. فاي واحد في المعارضه فضلا على انه يكون في الاغلبيه ما يمشي هذه داخله في الرقابه. اذا ما معنى انك ما تدخلش هنا، معنى انك وليتي في المسانده، على الاقل وليتي في المسانده النقديه. سيدي عبر عليها، قول انا راه ما بقيتش في المعارضه وليت في المسانده النقديه ولا عيب في ذلك. فحتى الاخوان ديالنا في الاتحاد الدستوري راهما في المسانده النقديه. تقرر عقد الندوه الصحفيه حول مسار الملتمس، فهذه هي الكرونولوجيه. طيب توضيحات راه يمكن غيرجع على الاخ الامين العام، ولكن لا باس من ذكر بعضها. حنا ملي رفضنا في 2024 ماشي في 23،
لانها كتعلق بالمنهجيه ديال التبني ديالها والطرح ديالها، لان كان جا واحد وهذا مسار عند ذاك الحزب. اولا كيف بدينا قلنا نسقوا المعارضه، قال لك مزيان انا الاول، دوز العام الاول ديالو قال لك انا ما بقيتش في المعارضه. في العام الثاني قال لك هذه المعارضه اللي كديروا ما كايناش، سمى راسو المعارضه الاتحاديه. حنا ما عندنا مشكل، هذا خيار ديالو، لكن حنا هذاك ديال 2024 كان في سياق اولا نطرحوا بوحدو، وفي سياق ديال التعديل الحكومي، وفي السياق ديال الحصيله. فاللي بغى يفهم فهم، اللي ما بغاش يفهم حنا كنقولوا هذا هو السياق. لكن اليوم هذه مبادره جماعيه، انا ذكرت السياق ديالها. اعلان الفريق المنسحب انه اتخذ القرار في المجلس الوطني، انا ما عرفتش، انا ما كنعرفش، كنعرف غير اللي صدر قدامي. البيان صدروا نهار 16، المجلس الوطني كاين نهار 17، ما عرفتش انا واش اتخذوا ولا عاد صدر البيان، ما فهمتش. ثالثا انه هذا ملتمس الرقابه له مدلول سياسي ودستوري واحد، مكانه الطبيعي هو البرلمان. واش غنوجهوا اسئله كتابيه شعبيه؟ واش غنوجهوا اسئله شفويه شعبيه؟ واش غنديروا لجنه تقصي شعبيه؟ ملتمس الرقابه المكان ديالو هو البرلمان. فلذلك هذا الهروب على انه غندير ملتمس رقابه شعبي، على كل حال هذا لا. المعارضه كذلك هي سلوك سياسي، كتاثروا مقتضيات دستوريه واعراف سياسيه، كيخصو يكون بعيد على المصالح الحزبيه الضيقه. انتخابات غايه، والتموقع في الحكومه ما يخصوش يكون دائما هو الهاجس اللي كيحكمنا. لكن كنقولوا مايل، البلاد كتعرف استقرار امني وسياسي ولله الحمد، لكن الاخفاقات ديال الحكومه متتاليه، التطبيع ديالها مع الفساد، كتسحب القوانين، كتحارب الناس اللي كيحاربوا الفساد. المغرب واحد العدد المؤشرات نزل فيها، خرق الدستور، واحد العدد الامور غادي نجي لها. تحتموا علينا بغينا ولا كرهنا، ملتمس الرقابه فارض راسو. ولا نقول باننا وصلنا لازمه سياسيه، ولكن نحن على ابوابها، وهو ما يعكس التراجع المستمر لثقه المواطنين في الحكومه وفي المؤسسات بناء على تقارير ونشرات ديال المندوبيه الساميه اللي غنرجع لها. المسؤول عن الوضعيه السياسيه والاجتماعيه المتميزه بحاله لا يقين والتوتر في جميع القطاعات هو الحكومه، وهو رئيس الحكومه وليس المعارضه. ثم الاغلبيه العدديه التي تمتع بالحكم ليست مرادفه للمشروعيه، اللي كيقول لك شوف حنا اغلبيه ماشي هي المشروعيه، وانما تعكس النزوع الهيمني للحكومه ولجوئها للغلبه في تمرير القوانين التي تخدم مواكبه المبادرات الرقابيه. اذا هذا كان على على السياق والكرونولوجيا. طيب علاش هذا ملتمس الرقابه؟ اولا الحكومه فشلت، انا شرحت لكم فيما يتعلق بالفصل، عندنا الفصل 88 من الدستور، كتجي كتقدم برنامج ديالها امام المجلسين، كيتصوت عليه من طرف مجلس النواب باغلبيه الاعضاء، وتعتبر الحكومه منصبه. حنا الدور ديالنا الى جانبي فيه التشريع وفيه الرقابه وفيه تقييم السياسات العموميه وفيه الدبلوماسيه، لكن اهم شيء هو الرقابه. كنديروا سؤال كتابي شفوي، استدعاء الوزير، مهمه استطلاعيه، لجنه تقصي الحقائق، وكاين كنمشي لملتمس الرقابه. لذلك الفصل 105 من الدستور جا بيناتهم بجوج، جا كيقول اذا في هذا الشيء كامل فشلت الحكومه يمكن نمشيو، لان عنده نفس القاعده انه كنتقدموا بملتمس ديال الرقابه لايقاف مواصله الحكومه لاعمالها باش باغلبيه اعضاء مجلس النواب. اذا في 88 كاين مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب كاين الاغلبيه، وفي 105 كاين الاغلبيه. اذا اهم شيء اللي كيربط بيناتهم شنو هو البرنامج الحكومي. اول شيء كان اللي حنا درناه وهو عجز وفشل الحكومه في تنزيل البرنامج الحكومي، واللي كيبان للاسف الشديد الالتزامات غادي يوقف عليها السيد رئيس، النمو 4% في المعدل اللي كان خلال سنتين ونصف كان هو 2.8 مليون منصب شغل. البطاله اليوم عندنا اكثر من 1.6 13.3%. نشاط النساء اللي قالوا غيرفعوا ل 30 غادي عوضها 20%، اليوم راه في 19 نزل. الحمايه الاجتماعيه خلاص فيها الكوارث، خليني نقول لكم غير وحده اللي الاقصاء ديال 8.5 مليون مواطن. اخراج مليون اسره من الفقر، بالعكس الفقر ارتفع وداز من 1.4 ديال المليون الى داز من من 600,000 الى 1.4 ديال المليون. ارتفاع عدد الافراد في وضعيه الهشاشه. فيما يتعلق بالطبقه الوسطى وضمان بروز طبقه فلاحيه متوسطه، تراجع القدره الشرائيه لساكنه العالم القروي بناقص 2.65%. فشل بروز طبقه متوسطه، سحق الطبقه المتوسطه نتيجه ارتفاع التضخم وتفشي البطاله. ثم فيما يتعلق بالفوارق الاجتماعيه والمجاليه، هو اعتمد على واحد، قلنا له هذا المؤشر كاع ما كاين، الاخوه راه ما كاينش، قال لك هو غادي يهبطها من 46.4 ل 39. قلبنا ما جبرناش هاد نيل بار هاد 46.4. تعبئه المنظومه التربويه التصنيف في المغرب ضمن 60 دوله، تراجع التصنيف اليوم حنا في 154.
هذيك تيمسحنا في المرتبه في الرياضيات المرتبه الاخيره، وفي العلوم مرتبه ما قبل الاخيره، وتراجعنا وفقدنا 64 نقطه. تفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه قالوا عيد الصندوق ما داروش، حتى القانون التنظيمي ديال تنزيل الامازيغيه ما احترموش. هذا اولا، هذا العز الاولاني اللي دارته الحكومه. ثانيا خرق ديال الدستور ورفض التعامل والتجاوب مع مجلس النواب. كاين التلكؤ وهذاك غادي مزيان. كما قلت بعد الفشل ديالو في تنزيل البرنامج كاينه 4 الامور اخرى في نظرنا. اولا خرق الدستور ورفض التفاعل والتجاوب مع مجلس النواب. رئيس الحكومه 4 سنين عنده 8 في كل دوره، هي 64 مره خصو يجي. عرفتي شحال جا 28 مره. وفي هاد 28 مره اللي جاء بتكرار، يعني شحال من قطاع اللي هو طبعا كيخصو يجي له ما جالوش. يعني مع الاسف الشديد يعني جا في هذاك التعليم هذه المره الثالثه، وكيجينا التعليم مره التعليم العالي مره التعليم كيجي في هادو. جا في الصحه 3 المرات، في التعليم جا 4 المرات، في الصحه جا 3 المرات. وطبعا هو اللي كيختار الاسئله، ما عندنا مانع، غير احترم الحضور ديالك الدستوري. الغياب المزمن لعدد من الوزراء، حنا درنا واحد النسبه ديال الحضور ديال كل القطاع درنا شحال كيحضر، كل القطاع شحال كيحضر، بلا ما نهضروا على القطاعات اللي ما عمرها حضرات. نسبه الغياب 46%، هادو الوزراء 46%. رفض. وكاين عندنا واحد العاده اخرى اللي عند هذا رئيس الحكومه للاسف الشديد، وهو الرفض ديال مقترحات القوانين، رفض غير مبرر وغير دستوري التفاعل مع مقترحات القوانين. اليوم مجلس النواب عدد مقترحات القوانين 259 مقترح قانون، اللي تقبل منهم 18، 8 ديال المعارضه، منهم 1 ديال العداله والتنميه. شوفوا النسبه ديال مقترحات القوانين. يعني في الاسئله الكتابيه، الاسئله اللي خلاص التعديلات اللي عندنا حنايا، يعني ازيد من 1423 تعديل اللي تقدمنا به، لا يتعدى القبول 37 تعديل في هذا الشيء كامل. معنى انه الاسئله الكتابيه، مجموع الاسئله الكتابيه 21,000، منها 2500 ديال العداله والتنميه، اللي تجاوب عليها هي 15,000 من 21,000. الغياب اللي غير مجاب عنها 6,000 والى غير ذلك. الاسئله الشفويه ما نتكلمش عليها. طلبات عقد المهام الاستطلاعيه 71 طلب، حنا تقدمنا في 71 ب 11 طلب. شحال خرجوا من الطلبات؟ عدد محدود جدا اللي درجوا في اللجنه العامه لا يتعدون 4. طلبات عقد اللجان 1171 طلب باش حضروا الوزراء، اللي حضروا هما 227 طلب، عفوا 227 طلبات ديال العداله والتنميه. الطلبات اللي هي مبرمجه 461 من اصل 1171. باش تعرفوا في اننا حنا امام واحد الاشكاليه عند. ثم رفض تشكيل لجنه تقصي الحق. شفتوها؟ هاد العمليه ديال التستر على فشل الحكومه من خلال دفع الاغلبيه ديالها، يعني بسميتو عليك باقي دايز. مشات درت مهمه استطلاعيه. علاش غديري مهمه استطلاعيه؟ حنايا وحنا اغلبيه وعندنا 125، والبان في المعارضه طلب منا 2 مرات باش نديروا مهام المهام الاستطلاعيه كنمشيو معاه دوفيس، منها هذوك الابناء ديال المغاربه اللي في سوريا والعراق الى غير ذلك. الفيضانات والاحداث ديال الفيضانات ديال الجنوب ديال سوس، حنا مضينا معاه لجنه تقصي الحقائق، ومضيناها مع البام وهو في المعارضه. علاش كتخافوا؟ مما الخوف؟ اللهم لا معنى انه داير، وهذا هو الدليل، وحنا عندنا الدليل على انهم دايرين. التفاعل، فشل المهمه الاستطلاعيه. عندنا ثالثا تبديد ممنهج لمكتسبات الديمقراطيه والحقوقيه. كاين تبخيص البرلمان كتعقلوا فاش في 10 يونيو 2024 قال لك اودي حنا نتوما ما كتهموناش، اللي اش كتقولوا نتوما كمعارضه، اللي كيهمونا هما المواطنين، والمواطنين هما اللي جابونا لهذه المسؤوليه. كاين خرق ديال الدستور في عدد من القضايا. على كل حال ملي كنشوفوا قانون الاضراب، كنشوفوا القانون ديال التبرعات العموميه، الدفع بعدم الدستوريه، المسطره المدنيه، المسطره الجنائيه، ميثاق الاستثمار، الوظيفه العموميه، العقوبات البديله، كلهم فيهم خروقات دستوريه. الاصل هو انها تمشي، لكن الادهى والامر هو هذاك القانون ديال الصحافه والنشر، هذاك تخريب ديال التنظيم الذاتي لمهنه الصحافه. ما معنى؟ ولحد الساعه راه باقي لنا غير 4 شهور باش تسالى المهمه، ومازال في خرق للدستور، خاصه الفصل يعني 29 اللي فيه الاستقلاليه ديال التنظيم الذاتي لمهنه الصحافه.
كاينه خلاص ممارسه الضغط لاستبعاد رئيس اللجنه دائما بمجلس النواب من الاغلبيه ديال رئيس اللجنه الداخليه. كلشي كيعرف كيفاش تم الضغط ليه، ثم متابعه ماشي محاكمه، متابعه عدد من الصحفيين بناء على ارائهم وتعليقاتهم الشان العام والعمل الحكومي. كاين تحقير الدستور والمؤسسات الدستوريه والتحريض عليها، كاين مخالفه مقتضى الجلسه الشهريه حنا تكلمنا عليها، رفض اراء يجي كيقول لك انا ما كتهمنيش. وبالمناسبه جوج ديال الاراء ونحن كنقدموا التعديلات، قال لك اسيدي هذيك الهيئات ديال الوطني للنزاهه ومحاربه الرشوه والقائمين من الفساد وراي المجلس الوطني راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع لا ما عندهمش الحق. يقول لك لا عندكش الحق، مزيان ما عندهمش الحق. ومن جينا كنناقشوا معاه اودي راه سابقا فيما يتعلق بالاستماع للمشتبه والمتابعين في البحث التمهيدي راه كان في القانون الكاميرا جميع المراحل، علاش ما درتيش دابا دير الكاميرا حتى اثناء البسط او التوقيع؟ قال لك هذا الشيء اللي قدرت ندير بالاتفاق مع جميع الاجهزه والاطراف. ايوا كيفاش هما كانوا متفقين قبل؟ ما كيهمنيش من هذه شكون اللي كان متفق، لا هادو هيئات دستوريه كترفض كتقول ما عندهمش الحق، وجهات اخرى كتقول لك اودي راه ولا بدا خصني ندير هذاك الشيء، وعلى الاقل يكون واحد النوع من التوازي والتوازن. ثم المهاجمه خلاص هاجموا ولي بنك المغرب، مندوبيه الساميه التخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الهيئه الوطنيه للنزاهه الرشوه، المجلس الاعلى للحزب، كلهم كينوضوا وزراء، اما رئيس حكومه راسا كما دار واحد المره، او وزراء اللي هما كينوضوا كيهجموا على رابعا المحور ما قبل الاخير تزايد حالات تنازع المصالح والطغيان المحسوبيه الحزبيه في اسناد الصفقات والدعم العمومي. كتعرفوا بان افريقيا غاز استفدت من الغاز الطبيعي المسال بمنطقه سندراره، واللي خدات فيه يعني الاحتكار ديال 10 سنوات معدل 100 متر مكعب من الغاز المسال سنويا، وعند الاحتكار ما الاستخراج حتى البيع. وعدد من الشركات اليوم كتقول لك ودي راه اتصال بها من اجل انها تشريه من عنده. كاين استفاده شركه اكوا بصفقه تحليه المياه البحريه البحر بجهه الدار البيضاء سطات 6.5 مليار درهم. هذا عرفتوه تبعتوه، ما اكتفاش باش بهذه الصفقه، حتى الدعم دوزو في اللجنه اللي هو كيرأسها باش ياخذوا، ولحد الساعه راه مازلنا كنتسناو بلاغ اخر ينفي هذا الموضوع، وجا كيدافع عليه في البرلمان. استفاده شركه افريقيا غاز من صفقه بقيمه 244 مليار سنتيم مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، هذه الفيول، وهذا مكتب تابع لك وانت رئيس، وهذه شركه ديالك وتاخذ هذه الصفقه هذه. الغاء صفقات بقطاع الصحه الاولى اللي كتتعلق بتدبير لا مادي، داكشي ديال الانفورماتيزاسيون الغاه، وكذلك مشى كيلغي صفقات المناوله الحراسه والنظافه. وانتم شفتوا البلاغات اللي دار. بالمناسبه شفت وزير الصحه كاع ما كيجاوبنا، كيتكلف رئيس الحكومه هو اللي كيجاوبنا مزيان، حنا ما عندنا حتى مشكل يجاوبنا رئيس الحكومه في هذه المواضيع. كاين استفاده شركه زرقاء من الدعم العمومي لاستيراد الابقار والاغنام. هذا هو الاجرام الكبير، ماشي اجرام كبير، هذا الاجرام اللي مفضوح، واللي مفضوح 40% من الشركات المستورده تم احداثها بعد دخول تدابير دعم واعفاء الرسوم الاستيراد حيز التنفيذ. مجموعه من الشركات المستورده قامت بتغيير الانظمه الاساسيه ديالها، انتماء مسيري الشركه لنفس الشبكه العائليه الموسعه، استغلال تسريبات مخله بالتنافي النزيه. هذه اخطر ما في هذا الموضوع. هو الحكومه خذات القرار واحد من هذوك 48 ساعه والباطو ديالو على ابواب البحر، البقر والغنم موجودين. شكون اللي خبروه؟ عرفتي شحال خصك؟ على الاقل شهرين ما بين انك تمشي للسوق وتشري وديرهم في الباطو وديرهم لا ميزون كارونتين وتجيبهم من لهنا وديرهم الميزون كارونتين وعاد تخرجهم. 48 ساعه واحد قال لك انا موجود. كاين فساد في قطاع الصيد البحري. هاد السيده الوزيره اللي قالت واحد العضو 11 مليون ديال الدرهم اللي خدا، لا حنا راه ماشي غير هادي الشيء ديال الغلات السريين كنعرفوه، شبكات ديال في العرض والطلب ديال الاسماك واحد. لكن اخطر ما فيه في الموضوع هو منح تراخيص للصيد بمختلف محسوبيه وزبونيه. حنا درنا لهم اسئله كنقولوا لهم عطيونا غير منين جات هذه الحكومه، ماشي حتى من 2007 ملي ولا وزير الفلاحه لدابا. وهو بالمناسبه اثناء الجواب على قانون على التعليم قال لك واحد السميه جاتو طويله. ايوا هذيك وزاره اللي كنتي شاده، وزاره الفلاحه والصيد البحري والمياه والغابات والتنميه القرويه، دي ماشي طويله. الضغط على العاملين بقطاع الصيد البحري بكل الوسائل لدعم حزب رئيس الحكومه. شتي اللي كاين في هذا القطاع، عيطوا لمن ما بغيتوا في هذا القطاع،
اي فاعل، جمعيه فيدراليه الى غير ذلك، كلها كتقول لك اودي راه قالوا لنا باش نتصبغوا باللون الازرق. كاين خامسا هو انهيار القدره الشرائيه وارتفاع مهول للاسعار. الحكومه حتى الثقه فيها ما بقاتش. 81% من المغاربه صرحوا بتدهور مستوى المعيشه ديالهم. 53 كتوقع مستوى المعيشه ديالها انه غيتدهور. 88% عدم القدره ديالها على الادخار. 97% كيأكدوا بانه ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار، هذاك الرسم بياني راه اللي مقطع منه واحد الطرف هو اللي فاش هو اللي مرتفع، راه ما عرفتش ما خرجش هنا. هذه الثقه. طيب نبقى هذا هو اللي غادي ناخذ فيه واحد 5 دقائق في هذا الموضوع ديال الفلاحه. الفلاحه هذا الشيء اللي تعطى فيها غير من 2021، انا راه ما كنهضرش من 2007، 2021 2024 او 25 61.7 المليار ديال الدرهم، 6100 مليار. صندوق التنميه الفلاحيه هو هذاك اللي كيعطيو في مطيشه 40,000 درهم وفي البصله وفي داك الشيء البطاطا وداك الشيء، هذاك 15 ما بين 2021 اللي كان 4 المليار، 22 3 المليار فاصله 8، المجموع اللي كان من 21 الى هذا هو 15.2 مليار ديال الدرهم. برنامج الحد من عجز التساقطات المطاريه كان في 2021 620 مليون ديال الدرهم. تعليمات جلاله الملك في 22 10 المليار، في 23 10 المليار، هي المجموع 20.6 المليار ديال الدرهم، 2000 مليار ديال السنتيم. الفلاحه التضامنيه 8.3 ديال المليار ديال الدرهم، 830 مليار. استيراد الابقار 2021 ما كاينش، 22 71 مليون ديال الدرهم، 23 3.6 المليار ديال الدرهم، 4.4 في 2024، المجموع هو 8 المليار ديال الدرهم. غادي نرجع على هذه. تحمل الدوله من الضريبه على القيمه المضافه 7.2 ديال المليار. نقص موارد الاستيراد 744 مليون. استيراد الاغنام 5 المليار. 8 زائد 5 شحال؟ هي 13، هي اللي كنقولوا لهم، ماشي حنا اللي قلنا، قالتها وزاره الماليه، هي اللي قالت اودي فيما يتعلق بتحمل الضريبه على القيمه المضافه والنقص ديال الموارد الاستيراد. لا، في الابقار 8 المليار وفي الاغنام 5 ديال المليار. اكتوبر 2024 تحمل. ثم كاين عندنا اخيرا التامين الفلاحي الممضى 4.4 ديال المليار ديال الدرهم، المجموع هو 61.7، 6100 مليار ديال السنتيم اللي تعطات الفلاحه في هذه المده. اذا ملي تعطى هذا الشيء كيخص المواد الفلاحيه خصها تكون رخيصه. لكن خلينا شوفوا دابا هذا الصندوق ديال التنميه، شوف كيفاش طالع، شحال في 21 22 23. هذا القطيع كان 19 مليون اللي قالوا، هو اللي قال دابا، قال لك في 2016 هذا الوزير هذا قال كان 16 مليون، دابا 12 مليون راس، غنرجع لها. والماعز كان 5 دابا 3. طيب دعم الاستيراد انتم عرفتوه وكل شيء عرفوه، فيه وقف استيراد الرسم وحدوا الحصص ديالو وحدوا شحال غيعطيو حتى ديك 500 درهم للراس الى غير ذلك، والضريبه على القيمه المضافه. ها هو دعم الاستيراد في 2022 كان 140,000، ارتفع ل1.6 مليون راس و2 المليون راس في 2024. ها منين كنجيبهم طبعا ما عندكم غرض نتوما، اسبانيا اساسا والبرازيل وفرنسا الى غير ذلك. طيب في هادو الخبراء كيقول لك اودي اذا بناء على هذا الشيء اللي قالوا وزير الفلاحه بان نقص ب 38% ما بين 2016 والان، راه ملي كناخذوا النسبه ديال التكاثر والخصوبه والوفيات واللي غادي واللي كنذبحوا الى غير ذلك، اللي غيبقى صالح للعيد هذا الشيء قبل هذا الشيء راه هذا الشيء حنا وجدناه في شهر 2، اللي غيبقاو للعيد هو 1.6 المليون راس اللي صالحين للذبيحه. لا حيدنا الاناث وحيدنا الصغار وحيدنا داك الشيء اللي حيدنا 1.6. ولذلك جلاله الملك كان اتخذ القرار، وهذاك القرار طبعا حكيم، والا راه كنا غنكونوا في. كاين اللي كيقول لك اودي راه الاحصاء كانت دارته وزاره الفلاحه والناس كتهرب ما كتقولش الى غير ذلك، يمكن، ولكن اكثر من ذلك هو الاحصاء اللي دارته وزاره الداخليه، وكنظن هو اللي اعتمد عليه جلاله الملك، وهو اللي عطانا ان جلاله الملك اتخذ القرار. هل الوثائق اللي عطاتنا وزاره الماليه هي قدامكم، هذه ماشي، هذه راه عملنا لها غير الصوره ودورنا عليها، هي هذه
هادو جوج الوثائق اللي عطات لنا وزاره الماليه. طيب دابا اليوم خرج بلاغ، اليوم خرج بلاغ كيقول في البلاغ ديال المجلس الحكومي كيقول غيدعموا عاوتاني الملايير اللي غادي تنفق. الملايير تقريبا 3 المليار اللي غادي هذا الشيء غير بالنسبه اللي غادي يديروا لهم الاحصاء، وغادي يعطيو على كل انثى في 2026 400 درهم، وكيتكلموا على تقريبا 16 مليون. 3.3 المليار زائد 3.2، احنا في واحد 6 المليار جديده. طيب انا غير نقول لكم جوج الحوايج في هذه. اولا الوزير الصديقي في 2024 اش كيقول؟ ها هو التصريح ديالو امامكم. زعما كيفاش؟ واش هذيك الساعه ما كانش حكومه ودابا كاين حكومه؟ يعني هذا الشيء خطير جدا، لانه ما يمكنش المجلس الحكومي. نعم لا، قال كلام واضح. ها هو قال لك سيدي، عفوا، هذا المجلس الحكومي ديال 6 يونيو 2024، وفي بدايه العرض تطرق الوزير كذا أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض بتنسيق مع المهنيين، كما أن أكد السيد الوزير أن العرض يفوق بكثير الطلب، وأن عملية ترقيم الأغنام والمعيش تعرف تطورا مضطردا، أن الحالة الصحية للقطاع الوطني جيدة، وأنه حيث تمت 1406 عملية مراقبة الأعلاف إلى غير ذلك، ولمواجهة الاستمرار الجفاف لجأت الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية. هذا معنى كل شيء صحيح، كل شيء مزيان. وجينا عاوتاني في المجلس الحكومي ديال 6 فبراير هذا الاخر، منين جا الوزير الجديد شنو قال؟ قدم واحد خطه وقال اودي وضعيه وسير المسن الفلاحي، وتكلم انه تميز بتساقطات ضعيفه الى غير ذلك. كما تم اعداد برنامج شامل لدعم قطاع الانتاج الحيواني يشمل التغذيه الحيوانيه من خلال توفير الاعلاف المدعمه للمربين والتاطير التقني لتحسين انتاجيه الاغنام والماعز على المدى والصحه الحيوانيه الى غير ذلك. بل اكثر من ذلك، خلص الى انه دار خريطه وناضوا له. على كل حال ناض احزاب كتقول له هذا الشيء اللي كدير راه ماشي معقول، لان هذيك خطه اللي دار كلها خطه انتخابيه. وفين هذيك الخطه دابا؟ علاش اليوم خرجتوا؟ طيب جلاله الملك كيتكلم على انه هذا الشيء خصو يكون بطريقه موضوعيه ومهنيه. انا نقول لكم من الان القرار ديال ان ما تذبحش الانثى ما عندش الحكومه. خص ما عندناش قانون ديال القطيع، ما عندناش. هذا قرار حتى لذلك جلاله الملك كان حكيما من قال السلطات المحليه. علاش؟ لان المجازر لم تابعه، المجازر تابعه للجماعات الترابيه. فاذا القرار العاملي هو اللي يحل المشكل، راه ماشي القرار ديال وزاره الفلاحه، حيت الانثى ما من حقهاش تاخذ هذا القرار. ولذلك نحن في حاجه الى قانون، ولذلك الكلام ديال جلاله الملك واضح في هذا الشان. طيب بسرعه هادو الهوامش. طيب هاد الشيء غير عاوتاني هاد ديال الطماطم، راه كتشوفوا شحال ديال الفلوس كتمشي فيها. لا الطماطم نذكر لكم غير واحد الطماطم اللي كتسمى البزوله. هذيك البزوله كيديروها كندعموها ب 70,000 درهم للقطار. عرفتي شكون اللي كيديها؟ جوج اللي كيديوها في المغرب، واحد في الجنوب وواحد في الوسط، واحد في اكادير وواحد في مكناس. كدعمها الدوله باش هما يديروها كونسيرف، ويا ليتهم كانوا كيخفضوا من الاثمنه دائما مرتفعه، ما يمكنش. طيب ها درنا واحد الدراسه حنا شفنا البطاطا ما بين 2021 و 2024 دازت من 4 دراهم ل 10 دراهم، خيزو من 2 ل 7، البصله من 3 ل 9، الليمون من 5 ل 7، التفاح من 6 ل 14، اللحم من 80 ل 110 ديال البقري، الغنمين داز من 90 ل 130، الدجاج داز من 18 ل 25، السردين داز من 10 ل 35. هذا الدعم كله تعطى باش نكونوا في هذه الوضعيه هذه غير معقول. خلاص التقرير الاخير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما غاديش نوقف عليه لانه خطير جدا، ما نكملهاش ان شاء الله. طيب هذا القرار ديال بين قوسين الغاء شعيره العيد. 1933 الحسن الثاني الله يرحمه كانت حرب الرمال معروفه، 81 كانت ازمه اقتصاديه معروفه، 96 توالي سنوات الجفاف واتخذوا. لكن في هذه راه 61 مليار اللي تعطاتها عباد الله. لماذا حنا غامرنا؟ اقول ان المؤسسه ديال اماره المؤمنين دخلت باش تحل واحد المشكل اللي فيه دعم. هذا كله ايجابي مزيان للمواطن باش ما يكونش باش ما يوقعش التنافس. البلاغ ديال الديوان الملكي واضح،
ولكن واش ما نسولوش على 61 مليار؟ غير هذه بوحدها كافيه باش خصو يمشي بحاله، خصو يقدم استقالته قبل ما نديروا له الملتمس الرقابه. اخيرا العجز في تدبير الازمات المستجده. الاضراب العام، اول مره كيوقع هذا الاضراب العام، انتم عرفتم منذ زمان ما وقعش. اضراب ديال المحامين، الاضراب ديال النساء ورجال التعليم، الاضراب ديال الطب انا كنهضر على الاضرابات اللي فات 3 شهور، اما اللي هي اسبوع 15 يوم شهر كاع ما كنهضروا عليها يا سيريوس، ما كنهضروا على الكبار. هذا الشيء ديال التأهيل ديال الزلزال فيها مشكل كبير جدا، ثم التلكؤ ديالها في الالتزامات مع الفرقاء، عدم تملك جرأة لمباشرة اصلاح التقاعد، التأجيل والتسويف كل مره. كاين الاستدامه الماليه، هذه ما غاديش نذكر، يمكن السي دريس غادي يرجع لها بالتفصيل. هاد كاع كل ما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه، العجز في تدبير الازمات المستجده. عندنا فين هو مدخول الكرامه؟ فين هو 2500 درهم اللي غتكون في بدايه مسار الاستاذ؟ الاشكالات اللي كيعرفها الدعم الاجتماعي خلاص كثيره ومتعدده. واش اصلاح المقاصه كتجي دابا 10 درهم في 10 درهم في البوطه، واش هذا هو الاصلاح؟ تطبيع مع الفساد، هذا عاوتاني حديث ولا حرج. تراجع المغرب مؤشر ادراك الفساد، تعطيل اخراج مجموعه من المشاريع ديال تنازع المصالح ما كايناش، حمايه الموظفين المبلغين عن الفساد ما كايناش، تصريح اجباري بالممتلكات ما كاينش التعديل ديالو، تجريم الاثراء غير مشروع ما كاينش، تسريب معلومات الميزان للحصول على الفوائد والامتيازات ما كاينش قانون، كاين توسع في تجريم الرشوه الانتخابيه. رفض حزب رئيس الحكومه تقرير ديال الهيئه ديال النزاهه، كيهاجموا التقارير فات اللي قلتها. ترونسبارونسي هي الجمعيه الوحيده اللي كاينه اللي عندها المنفعه العامه، انسحبت من اللجنه الوطنيه لتنزيل او لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد. ثم خلاص التضييق على المؤسسات انتم عرفتوها. كاين رئيس حكومه عمره بغى يعقد اللجنه الوطنيه لمحاربه الفساد، واخا تغير كاع الرئيس. فرض قيود على جمعيات المجتمع المدني، حنا شفناه في المسطره الجنائيه في الماده 3 والماده 7. ترسيخ ثقافه الافلات من العقاب بالتضييق على المؤسسات الدستوريه للرقابه والنزاهه. كاين عندنا تقرير اللي كيتكلم في علاقته بالمقاولات، 68 في المقاولات تعتبر الفساد شائع جدا، 23 قالوا راه ما تعرضوا ليه. ثم التكلفه ديال الفساد اللي كتعرفوها، انفجار عدد من الملفات في عهد هذه الحكومه، ثم عدد من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات في حق عدد من يتولون مهام نيابيه وطنيه او منتخبين مسؤولين بالجماعات الترابيه مع هذه الحكومه. طيب، فالحجم ديال المديونيه كنظن السي دريس غادي عندنا المعدل من 1900 من الاستقلال، المعدل كان هو تقريبا 3.2 مليار ديال الدرهم اللي كنسلفوا. هذه الحكومه لوحدها سلفات شحال سلفات 7.8 مليار ديال الدرهم من 2021 ل 2025. كان المعدل كما قلت هو 3.2 مليار ديال الدرهم، دولار 7.8 ديال المليار ديال الدولار. طيب، هذا كل ما يتعلق. غادي نختم بهذه القضيه ديال التشغيل. هذيك الخطه ديال التشغيل اللي داروا فيها عده اشكالات، غنذكر البعض ديالها. اولا، ما عندهاش مرجع، لان ما كاينش برنامج الحكومي. انها كتكلم على البطاله ديال 9% فين 2030 ما شغالهاش، هي تسالي في 26. مصادر التمويل ما كايناش. الالتزام مع الشركات الاجنبيه لخلق فرص الشغل قاره في القطاع الصناعي ما كاينش التزام. خلق فرص ديال الشغل في قطاعات واعده ما كايناش. ثم ان الخطه، ثم طبيعه هاد غادي ندعموه تقريبا 30% ودايرين النساب الى غير ذلك، ولكن هذيك المقاوله بعد 18 شهر ممكن بعد سنه ونصف يمكن تاخذ دعم وتمشي بحالها. ثم تفهم جديد اللي عطاوه المقاولات الصغيره جدا ضدا على القانون. هذا هو كاين الامور الاخرى ديال الهيدروجين الاخضر، يعني الملفات الاخرى اللي قلت غير كاينه، غير ما عندهاش الجرأه الحكومه باش تتابعها. هذا الشيء كل واحد من هذه المحاور كافي باش يقول لهذه الحكومه بركه، راه حنا ماشي عينا منك، راه هادشي اللي درتيه في المغرب درتيه في المجتمع، درتيه في جميع المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها، كافي باش يكون ملتمس الرقابه ولكي تذهب الحكومه الى حال سبيلها. ولذلك كان حزب العداله والتنميه دائما سباقا كيقول عطاو واحد الفرصه كما قال الاخ الامين العام باش نعرفوا هذه الحكومه واش النيه ديالها، الجديه ديالها، العمل ديالها ممكن يكون ايجابي، لكن بان بانه للاسف الشديد تستحق ان تذهب اليوم قبل غد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.